المغربي في هذه المباراة وسط التربية انطلاقة شبيرة من جانب السكينة ديك الوزراوي فرصة مغربية ابتسام الشرايدي تمرر الكرة فرصة خطيرة تضاعت للفترة في ابتسام الشرايدي حضرت الكرة من جديد لسكينة ديك الوزراوي والوزراوي تضيع فرصة ريمان انطلاقة من العرضية البحث الراسية حذاري واستلام الكرة من خديجة جرمش كأس العالم من العرضية البحث الراسية خطيرة في وسط دفاع المنتخب الوطني واخراج من جانب غزال وسط الميدان فاطمه تاكراوت فاطمه اللي هناك عبر الجهه اليسرى بطريقه جميله بالصلاح الصغير لتاكراوت تمريره جميله لابتسام الشرايدي طرف الايسر تلقيت ولبست وسرعه فاطمه ماذا تفعل ياسمين يجب التغطيه بالفعل ذلك كما حدث عبر ياسمين مرابطه جميله مدافعه ليفانتي الاسباني مدافعة المنتخب الوطني المغربي عملية الضغط المتقدم من سيسكا دورت هي الأجواء على مستوى لغة المدرجات واضح الحضور عن الجماهير المغربي الريق في هذا الملعب موجودة مع الدورة المزدوجة تاكراوت عرضي عبر القيم التالي فرصة يبعد من جانب المدافعات الانتقال المغربية زيادة عدد يلا فرصة الهدف فرصة سكينة الوزراوي سكينة لم يتم 26 تيارا بيكار فاطمة تاكراوت تم تفاعل الجماهير المغربية هنا الانطلاقه من تاكراوت عبر مان هنا محاولة تقدم التسديد وشارة خاص بين تصلكم الأصدام من الجمهور المغربي يعرف المغربي عن دار الإمام البحث عن التمرير فاطمة تاكراوت خسلان ضاعت هنا الانطلاقه الايطاليه عبر التوغل عبر محور الدفاع حذاري لحسن الحظ لدار روسيلا ايضا تدخل مكان ابتسام الشرايدي تغييرات وقع الايطالي سيبحث عن الهدف الاول هنا الفرصه الاولى حذاري الرائعه خديجه فالنتينا جانكينتا لاعبة روما الايطالي كيف تقن وجدتها اسمها خديجه رمش هاي بتوسط في التايمينغ المناسب بطريقه مغربيه بتناري لعبة روما مسك واضحة قادتها مفخرة هذا الوطن في كل بقاع العالم هنا فوز البحث عن العرضية خطيرة وطالت نسبيا كرة روسيلا من الاشياء اليمنى تتردع مسترد روسيلا الى جانب سير بردواني زي الكفر الايطالي تقدم الاشياء اليمنى حذاري العرضية فرصة خطيرة وعلى الأخطاء الأولى هنا لاحظوا هدف محقق المدينة حاليا تنحت ثمر تظهر لهم خديجة رميش اللي تقدم ورقة اعتمادها إلى الجولة الأولى كذلك الجولة الثانية كرية إيطالية فرصة من جديد حذاري خديجة رميشي كرة إيطالية من جديد حذاري لكن دياز شينتي يدخل في الأدوار الدفاع حذاري مرت بسلام على الطريق نحو الشباك الحارسة بالفعل كانت كما قلت لو تواصل في الجولة الأولى لو تواصل والمنتخب الوطني لاستماتة والخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة أمام الإيطاليات محاولة تقدم روغة جميلة من فاطمة الغربي عبر الجهة اليسرى فاطمة الغربي بعد تغييرات بالجمله منح بيدروس فرصه المنتخب الوطني المغربي وصل في الدوري الانجليزي رفقه المغرب جهد بدني كبير هنا لحظه اصابه زينب الرطواني حوار بين الاخيره من يسدد ومن يمرر هناك من يمنح على يسدد فيما تبقى من اليوم ابو شخلوق اجواء استثنائيه بهذه المدينه الهادئه هي مدينه فيرارا معروف مغربي في هذا الملعب هنا نتابع الكرة الأمامية والحارس حذاري أمس كرة ثابتة تنفذ حذاري لبعد فرصة مرت بسريها لا شيلي بداية الملعب باسمه حذاري شبات حذاري وجانب الجماهير المغربية تحية وتقدير نتابع ربما الصورة غريبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو إليكم موعد وتوقيت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره منتخب كولومبيا، وذلك ضمن بطولة كأس العالم للسيدات. ولكن قبل ما ندخل تفاصيل الفيديو يا ريت تدعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل جديد. مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره منتخب كولومبيا، وذلك في الجولة الثالثة ضمن بطولة كأس العالم للسيدات، وستقام المباراة على ملعب استاد نيب. تاريخ عرض المباراة وذلك يوم الخميس الموافق 3/8 في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 3 عصرا بتوقيت المغرب. وصلنا إلى نهاية الفيديو، وشاركونا توقعاتكم من نتيجة المباراة في قسم التعليقات، ودمتم في أمان الله وحفظه.